يا صباح يا صباح يا احلى صباح في الدنيا، صباح الفل والهنا على احلى متابعين. فيديو النهارده يا ولاد يستاهل احلى لايك لانه مليان وصفات مصرية شرقية، قصدي شرقية مصرية اصيلة، من الحاجات اللي قلبك يحبها بقى، وحاجات ما تتعملش الا للعزيز الغالي. النهارده العزومه كنت عاملاها بقى لاولاد اخويا جايين من بره ومرات اخويا، وعايزين ياكلوا اكل بقى من الحاجات الطعمه اللي انا بعملها دي. رحت عامله لهم بقى صينيه مكرونه بشاميل، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه بعملها في المكرونه بشاميل احط عين عليها الميه عشان اسلق المكرونه، والعين التانية اعمل بشاميل. طيب هنعمله ازاي؟ شوية سمن بلدي محترمين كده على معلقتين زيت، وانزل بشوية الدقيق بتوعي. البشاميل ده هعمله الكيلو مكرونة، فعشان كده انا مكترة الدقيق ومكترة السمن، ولازم الدقيق يبقى كده منغنغ في السمن. فاهمين يعني ايه منغنغ؟ ايوه، منغنغ في السمن كده وبيشكشك في السمن ويبقى جميل. ما تبقاش الدقيق مقلحف كده في السمن ويبقى منشع، لا، كتري السمن كده عشان يطلع طعم. ومكعبين مرق، بعد ما شميت ريحه الدقيق وقلبته تقلبتين وريحته طلعت، رحت حاطه مكعبين مرق. مش عايزه تحطي بلاش عشان ما نزعلش من بعض. ونازله باللبن بتاعي بتاع كيلو ونص لبن كده. هتقولي لي ايه ده لبن مجمد؟ اه يا اختي مجمد ولا يهمك، عادي جدا، ما هو هيغلي في البشاميل ويبقى زي الفل. وكان عندي قشطه بلدي حلوه كده بتاعت اللبن، رحت حاطه. ما تستخسريش في البشاميل بتاعك، عايزه بشاميل كريمي وريحته جميله وطعمه جميل وحلو، ما تستخسريش في حاجه، حطي سمن وحطي قشطه وحطي لبن. بس انا بقى البشاميل بتاعي مش بعمله كله لبن، الحقيقه انا بحبه قوي لبن وشوربه. يعني مثلا حطيت كيلو ونص لبن، بحط كيلو ونص شوربه زيهم. وعندي معيار لصينيه المكرونه بشاميل الكبيره اللي هي بتاخد كيلو مكرونه، المعيار بتاعها هي الحله اللي قصادكم دي اللي بعمل فيها البشاميل، ما بغيرهاش. لو هعمل نص كيلو بعمل في حله تانية. وانتي لازم برضو يبقى عندك حله للصينيه الكبيره وحله او كزرولة للصينيه الصغيره تعملي فيها البشاميل، يقوم يطلع معاكي مظبوط والكميه البشاميل تقضي وتكفي. هتقلبي كويس، تنزلي باللبن هتلاقيه كلكع ولا يهمك يا حبيبه قلبي، اوعي اوعي تخافي، عادي جدا. قلبي بالمضرب، التكتلات دي كلها هتفك وزي الفل. بصي فكت خالص اهو، بقى كريمي وجميل جدا. هسيبه بس شويه لحد ما الاقيه بكبك كده، وهيتقل سيكه، مش هيتقل قوي البشاميل بتاعنا، ولا تقيل ولا خفيف ميه. بصي شايفه الكثافه بتاعته. سيبته بقى يهدى بقى حبه. وبحب برضه احط البشاميل بالطين، مش عايزه تحطي ما تحطيش براحتك، عادي برضه هيبقى زي الفل. بربهم كويس بشويه فلفل، وايدك فيه بسرعه، اوعي تحطي وتسكتي لحسن يستوي في البشاميل ويبقى حتت بيض. بس قلبي كويس كده زي ما انت شايفه. وهاتي الصينيه بتاعتك الكبيره. لا استني، قبل الصينيه هنعمل ايه في المكرونه؟ يلا شويه ملح وفلفل كده هنحيقها. هتقولي لي حطي مع كبشتين بشاميل فيها، لا، ما انا لما بحط البشاميل عليه هو بينزل ويتسرسب ويغرقها كلها ويتملي، فمش مشكله، مش لازم احط عليه يعني. ببطن الصينيه بتاعتي الاول عشان صينيه المكرونه ما تلزقش، ابدرها بسمن ودقيق زي الكيكه بالظبط، واروح نازله بقى بتلتين المكرونه، وفوق التلت. ليه التلت بس فوق؟ عشان البشاميل هيعليها ويكترها من فوق، ففي الاخر في النهاية يبقى ده قد ده. مش تحطي نص مكرونة تحت ونص مكرونة فوق وعليها البشاميل، هيبقى اللي فوق اكتر. ونزلت عليها بنص كيلو عصاج بقى. العصاج ده انا كنت عامله لكم لايف بيه من قبلها بيوم بالظبط، عملت بيه لايف وعملته قصادكم، ولو عايزينه ابعت لكم لينك فيديو، مش اللايف ولا حاجه، انا عاملاه برضو فيديو. العصاج بتاع المكرونه بحب قوي احط فيه حتت طماطم كده متخرطه، بيبقى طعم ولذيذ قوي. هو ده الحاجه الوحيده، هو وال اللهم صل على النبي، هو والمسقعه اللي بحط للعصاج فيه قوطه، لكن الحاجات التانية جلاش بقى رقاق ما بحطش قوطه تماما. بس وانزلي على البشاميل بتاعك بقى، املي بقى الصينيه كده من فوق، شايفه مليتها اهي وزي الفل. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 220 على الرف الأوسط، بتقعد تقريبا بتاع ساعة، يطلع وشها زي الورد. وكان عندي البامية اللي متفرزة دي برضو، لو عايزة طريقة تفريز البامية ابقى اقول لك، ابعت لك اللينك بتاعها.
سبكت الطماطم انت عارفه بقى، بصلايه صغيره وتشويحه كده، وكم فص ثوم مدقوقين، وبعدين احط الصلصه، واحط الصلصه متصلصله على فكره، مش نيه، متصلصله. ما تنسيش معلقه السكر. بصي، وفي الاخر خالص طلعت اللحمه المسلوقه وخدت غلوه في حله الباميه، وبعدين رحت حطاها في الطاجن زي ما انت شايفه كده. ما دخلتش فرن ولا حاجه، انا بس عشان المنظر رحت قلبها من الحله في الطاجن. وكنت عامله شويه ملوخيه خضره كده، خرطتهم وحطيتهم في الشوربه. طبعا انتوا عارفين الملوخيه وانا عملتها في فيديوهات كتير قوي، بس عشان الفيديو بقى ما يطولش معانا. وكنت برضو الفراخ سلقتها وحمرتها. ونقول بقى ايه الدعاء الحلو بتاعنا بتاع سيدنا الخضر اللي بيملى بيوتنا خير وبركة ورزق وستر من عند ربنا. ربنا يا رب يستركم ويسترني يا رب. قولوا امين، قولوا امين بالله عليكم. ودوسولي لايك ولو فيديوهاتي بتعجبكم، لو المحتوى عجبكم اعملوا لي متابعة، ما عنديش مانع. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما بين من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ اولادنا واكرمهم واسترهم واجبرهم ونجح مقاصدهم ويسر لهم امورهم، وافتح في وشهم وارزقهم يا رب العالمين من اوسع الابواب، وارزقنا برزقهم يا كريم، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر الاذيه، وكفيهم شر صاحب السوء، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر الوحش كله يا رب العالمين. اللهم امين 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 امين. قولي امين. وكان عندي ممبار رحت برضو عاملاه وحمرته، كان مسلوق في الفريزر، محشي ومسلوق لو عايزه طريقته برضو ابعتلك اللينك. ما بقولك الفيديو اصله فيه كذا صنف، فما ينفعش ان انا اقول كله مع بعض. وبألف هنا وشفا للي كلوه. يلا يا ست الكل، فوتك بعافية، لا بألف عافية.